السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نخصصوه للحديث على الأحكام القضائية الصادرة في حق جمهور البوالة، جمهور الحظيرة، اللي يقال أنه جا للمغرب من أجل باش يشجع المنتخب ديال الكراغلة، ولكن في الحقيقة هو جا فقط من أجل إثارة الفوضى والشغب والصداع وما إلى ذلك. كذلك غادي نتحدثوا على العقوبات الخفيفة اللي صدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق لاعبي ومنتخب وجمهور هاد ديال الكراغلة، اللي كيف ما قلنا جا فقط من أجل التشويش على المنافسة والضرب في المصداقية ديالها، وما جاش من أجل التنافس الشريف والتشجيع المثالي وتقديم صورة طيبة. إذن من بعد ما كانت يوم الثلاثاء الماضي المحكمة الابتدائية بالرباط صدرت الحكم ديالها في حق المشجع البوال اللي يدعى رؤوف بالقاسمي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. جا هاد الشيء من بعد ما دار هاد البرهوش هذا ولا هاد الحقير واحد السلوك لا أخلاقي داخل المدرجات، بحيث أعزكم الله قام بالتبول في المدرجات وتوثيق هذا الفعل لا أخلاقي بالفيديو في المباراة اللي كانت جمعت ما بين منتخب الكراغلة مع الكونغو الديمقراطية. السلطات المغربية اعتبرت هذا السلوك مساس بالنظام العام وبقيم الاحترام الواجب داخل الفضاءات الرياضية، وما عطلاتوش وصفتاته يضرب العدس في سجل العرجات واحد. هذا الأول. ندوزو للثاني. الثاني اللي تم الاعتقال ديالو في المباراة ديال الكراغلة مع نيجيريا بمدينة مراكش، هو الآخر متهم بتهمة تمزيق أو دار واحد السلوك ديال تمزيق أوراق مالية مغربية، وهو جريمة اللي كيعاقب عليها القانون. اللي دار هذا السلوك هو واحد ما يسمى مشجع، والاسم ديالو الحقيقي هو بلال قنوش. هذا بلال قنوش من أصول كرغولية، ولكن كيحمل الجنسية البريطانية. للأسف كرغولي كيبقى كرغولي، واخا يعيش في بريطانيا ما غاديش يدير السلوك ديال البريطانيين وديال الإنجليز ويكون حتى هو إنسان بحالهم. كرغولي ضروري خصو يبقى كرغولي ويدير التصرفات ديال الكراغلة، ويكون المصير ديالو طبعا هو مصير الكراغلة. إذا من بعد ما مزق هذه الأوراق النقدية المغربية بشكل متعمد وموثق داخل مدرجات ملعب مراكش، تم الاعتقال ديالو والحكم عليه ب8 ديال الأشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. إلا كان هو قطع ورقة نقدية من فئة 100 درهم ولا 200 درهم، راه غير الغرامة اللي جاتو كتار من داك الشيء اللي قطع. وإلا كان دار هذا السلوك في ظرف 3 ديال الثواني ولا 8 ديال الثواني فاش دار هذا السلوك، راه غيمشي مسكين يبقى 8 شهور وهو كيضرب في العدس باش يتعلم مرة أخرى يجمع راسو ويحترم البلاد اللي مشى ليها ويحترم القانون اللي كاين فيها. ندوزو للثالث. الثالث أيضا تا هو كرغولي، ناض دار فيديو كيسب الأمهات ديال المراكشيين. حتى هو ربما ديك الفترة ديال السب استغرقت واحد 7 ديال الثواني. هاد 7 ديال الثواني كلفاتو السجن أو الحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر. إذن سلوك فترة وجيزة، سلوك إجرامي غير قانوني ممكن يكلفك الكثير. 7 ديال الثواني فاش سبيتي أمهات المراكشيين غتكلفك 7 شهور ديال السجن، وحسب ديك 7 شهور ديال السجن شحال غتلقى فيها من ثانية، باش هاد المرة حتى هو يتعلم إلا مشى لشي بلاد يحترم القانون ديالها. الحكم على هاد الكراغلة ما غيوقفش هنا. كاين أيضا واحد الكرغولي معتقل بمدينة الرباط. فوقاش تعتقل في المباراة النهائية، وتبين أنه هو الأخ ديال المساعد ديال المدرب ديال منتخب السنغال.
اللي سميتو نور الدين بوعشرة او لا بوعشيرة. هاد بين قوسين غنسميوه مشجع اللي هو كرغولي، كان كيأثر الجماهير السنغاليه وكيحرضها باش دير الفوضى والشغب وتحاول تدخل في صراع مع المنظمين ديال المباراة وتقتحم أرضية الملعب. وطبعا حتى هو كينتظروا الجزاء اللي غادي يكون بالفعل وغيكون هو السجن. هذا من جهة. الجانب الثاني او النقطة الثانية اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو هي العقوبات اللي صدرت في حق منتخب الكراغلة من بعد الأحداث المؤسفة والمؤلمة واللا رياضية اللي قاموا بها في المباراة ديالهم أمام منتخب نيجيريا. ولجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي صدرت مجموعة من العقوبات، منها توقيف لاعبين وتسليط غرامة مالية قدرها 100,000 دولار. اللاعبين اللي توقفوا هما الحارس لوكا زيدان حارس المرمى، توقف الجوج ديال المباريات وغيبدا التطبيق ديال هذه العقوبة ابتداء من تصفيات كأس افريقيا 2027. وكذلك توقف المدافع رفيق بالغالي الربعة ديال المباريات، منها جوج المباريات موقوفة التنفيذ وجوج المباريات نافذة. وجوج المباريات اللي موقوفة التنفيذ ممكن تنفذ عليه إلى رجع دار شي سلوك آخر في التصفيات ديال كأس افريقيا 2027. وعلى المستوى الجماعي كانوا مجموعة من الغرامات المالية، من بينها 5,000 دولار بسبب السلوك غير لائق ديال 4 ديال اللاعبين اللي تلقاو بطاقات صفراء، وهذا الشيء كيدل على غياب الانضباط داخل أرضية الملعب. كذلك غرامة قدرها 25,000 دولار نتيجة تصرفات لا أخلاقية ولا رياضية اللي صدرت من طرف بعض اللاعبين والمسؤولين من بعد نهاية المقابلة، وهي صور والسلوكات تضر بصورة المقابلة وقيم الروح الرياضية. كذلك بسبب لي فلام اللي شعلوا غيخلصوا عليها غرامة ديال 5,000 دولار، وايضا رمي المقذوفات داخل الملعب. ايضا كاينه غرامه ديال 10,000 دولار بسبب عدم احترام الاجراءات الامنيه ومحاوله بعض الجماهير تجاوز الحواجز الامنيه كيف ما شفنا من بعد المباراه. وكاينه غرامه ثقيله القدر ديالها 50,000 دولار بسبب قيام الجماهير بحركات مشينه ومسيئه تمثلت طبعا في اتهام الحكم بالرشوه من بعد ما جبدوا قالك الاوراق الماليه يشيروا بها في اتجاه الحكام ديال المقابله. وهذا السلوك مسيء ومشين ومخالف لقيم الاحترام واللاعب النظيف. اذا عموما يمكننا نقولوا على ان هاد الكراغله باللاعبين ديالهم بالمسيرين بالاعلام ديالهم بالجمهور ديالهم كان عندهم واحد الدور كبير في التشويش على المنافسة وفي إثارة الفوضى والسلوكات المشينة ومخالفة قيم الروح الرياضية اللي كتميز بها المنافسات الرياضية بشكل عام. وكيف ما قلنا هادو ما جاوش للمغرب من أجل الرياضة ومن أجل التشجيع، جو فقط باش يخدموا الأجندات السياسية ديالهم اللي كتوجه بالخصوص إلى العداء لكل ما يتعلق بالمغرب من جميع النواحي. غنكتفي بهذا القدر. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم بخير.